لو سمعتها بتنادي عليك، اوعى تروح ورا الصوت مهما كان حلو. ممكن تكون اللي بتناديلك هي عائشة قنديشة، من أشهر الروايات المشهورة في المغرب. البعض مؤمن إن هي كانت مناضلة، والبعض بيقول إنها جن. الفريق ده بيقول إنها امرأة في غاية الجمال، بتغوي الرجالة بجمالها الفاتن وتستدرجهم لممارسة الجنس، ولما يوصلوا مكرهة تهجم عليهم وتقتلهم بكل وحشية، وتتغذى على دمهم ولحمهم. المرأة الجميلة جدا دي فيها حاجة واحدة بس، هي اللي بتخلي الناس تكتشفها، هي إن رجليها زي رجل الحيوانات، شبه رجل المعزة أو الإبل. علشان كده من الأسامي اللي بتطلق عليها بغلة المستنقعات، عشان رجلها زي رجل البغلة. والمستنقعات لأنها بتظهر في الأماكن اللي فيها مستنقعات أو مية. والمؤمنين بالنظرية دي بيقولوا إن نقطة ضعف عائشة قنديشة الوحيدة هي النار، لو فاجئتها بإشعال النار هتهرب فورا وتوقف إغواءها ليك. المعلومة دي انتشرت بسبب قصة مشهورة في التراث المغربي بتقول إن قنديشة ظهرت لمجموعة من الرجال وحاولت إغوائهم، لكنهم لما شافوا شكل رجلها اللي زي البغال والجمال انتبهوا لحقيقتها وعرفوا هي ايه، فاتجهوا ان هما يولعوا في العمام بتاعتهم قدامها. وفي اللحظة دي هي هربت فورا ووقفت اغوائها ليهم. الفريق اللي مؤمن بوجودها وانها بتظهر فعلا في اختلاف بين روايتين. الرواية الاولى بتقول ان هي جنية من عالم الجان مش من بني البشر، والتانية انها كانت ساحرة شمطاء بترعب اي حد بيبصلها. في رواية تانية بتقول ان عائشة قنديشة كانت مناضلة، وانها كانت بتقاوم التوسع البرتغالي في المغرب، وكانت من شراستها في مواجهة جنود الاحتلال هي السبب في شهرتها بأنها جنية مش من بني البشر. الرواية بتقول إن هي كانت بتغري الجنود البرتغاليين بجمالها وقوامها، بعد كده بتستدرجهم بجانب البرك والمستنقعات وتنهي حياتهم هناك بطريقة قاسية جدا وعنيفة. وكانت بتلبس حذاء شبه أقدام الحيوانات عشان تتوه الجنود وما يعرفوش إن هم يتتبعوها، وما يعرفوش هي رايحة فين. القصة بتقول إن السبب في ده كله إن هي كانت عايزة تنتقم من الجنود دول بعد ما قتلوا زوجها وأفراد أسرتها في الأندلس. طبعا في ناس تانية شايفة إن عائشة قنديشة مجرد أسطورة، وإن هي ولا كانت مناضلة ولا حتى جن، إن هي مش موجودة أصلا، مجرد قصة من التراث بيتوارثها الناس ورا بعض وخلاص وهما مش عارفين إيه حقيقتها. وأنا جايب لكم بعض الروايات الحقيقية عن ناس قالت إن هي فعلا شافت عائشة قنديشة. أول واحد كان اسمه حسن، بيقول: كنت راجع من السوق متأخر بالليل، والمكان اللي بعدي منه كان قريب من وادي وملوش نور. شفت ست جميلة جدا واقفة لوحدها، لابسة جلابية سودا وشعرها طويل، كانت كأنها طالعة من فيلم تركي. طلبت مني إني أساعدها توصل بيتها لأنها تايهة، وأنا وافقت. وهي ماشية جنبي لاحظت من مشيتها غريبة، فبصيت تحت لقيتها ماشية برجول معزة. اتجمدت في مكاني، وهي بصت وقالت لي: ما تخافش يا حسن، انا مش هأذيك، انا عائشة. وبس كده، واختفت فجأة من قدامي. من وقتها وانا بخاف وما بعديش من المكان ده بعد المغرب. القصة التانية كانت للشيخ اللي قرأ قرآن. المكان كان نواحي مدينة فاس. شيخ كبير في السن اسمه الشيخ عبد السلام، بيقول: كنت بقرأ قرآن على بيت، وكانوا بيقولوا عليه مسكون. أول ما بدأت أقرأ الست دي ظهرت قدامي وقالت لي بصوتها. ليه بتقرا عليا؟ ده مش بيتك، ده بيتي من زمان. رديت وقلت لها: انت مين؟ انا قنديشة وساكنة هنا قبل اهلكم كلهم. الشيخ وقع مغمى عليه، وأول ما صحي قال لهم: اسمها عائشة، هي اللي قالت لي بنفسها. القصة التالتة قصة المراية. المكان بيت قديم في مدينة طنجة. بنت صغيرة اسمها نادية كانت بتلعب في أوضة جدتها قدام مراية قديمة. فجأة لمحت في المراية ست طويلة واقفة وراها. سكتت، ولما بصت وراها ملقتش حد، لكن الست في المراية قالت لها. انا عائشة، ما تقفيش ورا المراية تاني. والبنت بقت بتصرخ من يومها، وكل ما تشوف مراية بتكسرها من الرعب. طب الناس عرفت ازاي ان اسمها عائشة قنديشة؟ أغرب الناس في القصص دي بيقولوا إن هي نفسها قالت اسمها وبتفتخر بيه. وفي ناس بتقول إن اسمها بيتقال تلقائي جوه دماغك أول ما تشوفها، كأنها بتزرعه جواك. ده جزء من الأسطورة، إنك ما تعرفش مين دي، لكن فجأة بتعرف اسمها عائشة قنديشة، وكأنها بتعرفك بنفسها حتى من غير ما تتكلم.
الرواية دي شبه جدا القصة المصرية الشهيرة النداهة، عن روح أنثى بتظهر في الأرياف والأماكن اللي فيها مية، بتغري الرجالة بصوتها الساحر وبتناديهم بأساميهم، ويا ويله اللي يروح ورا صوتها بيكون مصيره مظلم. هتناديك باسمك بصوت ساحر لا يقاوم في ظلام الليل. لو رحت ورا صوتها تاني يوم هيلاقوك ميت، أو لو هي وقعت في حبك هتسحبك معاها لعالمها الخاص وهتختفي تماما عن عالم الإنس. ولو ظهرت تاني بعدها بكام يوم هتموت، لأنها هتنتقم منك لأنك هربت منها، أو هتصاب بالجنون، أو هيجيلك هلاوس هتلازمك على طول. هتمشي في البلد محدش هيبقى عارف انت بتروح فين. دي التحذيرات اللي هتسمعها لو سألت حد من المؤمنين بأسطورتها. في نظرية بتقول إن النداهة كدبة اخترعها المجرمين عشان يداروا على جرايمهم وتتقاد ضد مجهول وتتقفل القواضي. وفي اليونان في أسطورة تانية متختلفش عنهم كتير، عن عروسة البحر الفاتنة اللي بتغوي البحارة بجمالها وأنوثتها وتغنيلهم بصوت لا يقاوم، ولو قدرت تقاوم جمالها هيبلعك البحر. أما أسبانيا فالقصة بتحكي عن امرأة باكية بتقف بالليل جنب النهر تبكي، وأي حد يقرب لها بتنتهي حياته. قصتها إنها انتقمت من جوزها بسبب غيرتها عليه، حدفت ولادهم في النهر وبعدها ندمت وبكت كتير وانتحرت وراهم. ويقال إنها بتلعن النساء وبتخليهم يعملوا نفس اللي هي عملته. أما اليابان فبتحكي عن امرأة صاحبة الفم المشقوق اللي كانت امرأة جميلة جدا، غار عليها جوزها دبحها، وروحها بتنتقم من كل الرجالة. بتظهر للرجالة بالليل لابسة ماسك مداري وشها المشوه، وبتقرب من الرجالة بعد ما تبصلهم كتير وتسألهم بكل أنوثة أنا حلوة؟ لو جاوبت بلأ هتقتلك فورا، إنما لو قلتلها آه هتشيل الماسك من على وشها، هتشوف وشها على حقيقته، الشق اللي فيه من الودن للودن، وتقولك عن رأيك ايه دلوقتي. لو قلتلها وحشة هتقتلك، ولو قلتلها جميلة هتشق وشك نفس الشق وتسيبك وتمشي. لو سافرنا بقى على اسكندرية تحديدا الشاطبي، مقابر الشاطبي، خلوا بالكم هناك في قصة من التراث بتحكي عن عفريتة الشاطبي، بنت شابة بتظهر فجأة وتختفي فجأة. أشهر قصة عنها وكانت السبب في شهرتها عن سواق تاكسي كان ماشي في شارع هادي في الإبراهيمية في ليلة شتوية، وقفته بنت جميلة جدا طلبت منه انه يوصلها الشاطبي. لما وصلوا طلبت منه انه ينزلها ويستناها قدام بوابة حديد كبيرة، ولما نزلها واتأخرت نزل يشوفها عشان ياخد الأجرة، واتصدم ان البوابة دي كانت بوابة مقابر الشاطبي. كل دي قصص عن جنيات من أماكن وثقافات مختلفة، كلها بتدور حول فكرة الإغراء والإغواء. يا ترى القصص دي حقيقية فعلا النداهة وعائشة قنديشة وعفريت الشاطبي موجودين، ولا كلها خرافات أو قصص بتتنقل من جيل لجيل؟ لو مش موجودين يا ترى فين الناس اللي اختفت؟ ايه أسباب الجثث اللي بتظهر فجأة ويكون تفسيرها النداهة أو غيرها؟ لو موجودين يا ترى ايه العالم بتاعهم وفين اللي بيخطفوا فيه الرجالة؟ هل فعلا بيتغذوا على أجسامهم ودمهم؟ كلها أسئلة هتفضل من غير إجابات مؤكدة. صور كتير منتشرة على النت لكائنات غريبة كلها بتدعي إن ليها علاقة بالأساطير دي، بس كتير منهم مدعي وملوش أي أساس من الصحة. يا ترى فعلا الكائنات دي موجودة؟ يا ترى فعلا في جنيات بتظهر علشان تغوي الرجالة وتاخدهم للعالم بتاعهم؟ ولا دول مجرمين طلعوا القصص دي علشان يداروا فعلا على الجرائم بتاعتهم؟ ولا مجرد أوهام وحكايات جدي وجدك؟ الملف التالت مع الراوي هيفضل مجهول بلا إجابة، بالرغم من وجود روايات كتيرة عن ألسنة اللي عاشوا الروايات دي نفسهم موجودة ومنتشرة على النت. بس الموضوع يرجع لكم انتوا اللي تقرروا. انتوا مصدقين فعلا في المواضيع دي؟ مصدقين فعلا ان في أرواح معذبة جاية عشان تنتقم من كل الرجالة وترد لهم أفعال راجل واحد عملها فيهم؟ يبقى الملف مفتوح ولحضراتكم الإجابة. إلى لقاء قريب مع ملف جديد مع الراوي.